السلطان الظاهر برقوق. قلنا تاني اللي اكتمل بنائها بعد سنتين من البنى في سنة 788 هجري 1386 ميلادي. بس احنا كان مكان المجموعة دي في العصر الفاطمي كان ايه؟ القصر الغربي. وبعد كده كان في العصر المملوكي البناء الأخير بقى كان اسمه خان الزكاة. ده كان ملك ورثة السلطان الناصر محمد بن قلاوون. راح السلطان برقوق اشتراه منهم. هو برقوق وصل للحكم في سنة، هو مؤسس دولة المماليك الجراكسة وهنتكلم عنه بالتفصيل دلوقتي. وصل للحكم في سنة 784 هجري 1382 ميلادي. بعد سنتين في 1384 ابتدى يبني المجموعة دي. السؤال اللي بيتكرر، كان بيعمل ايه في السنتين اللي قبل كده؟ كان بيظبط امور دولته، كان بيشوف مين اللي هيبقى معاه ومين اللي هيبقى ضده، بيشوف مين حلفائه وهينفي مين وهيسجن مين وهيدي لمين الاقطاعات. وبعد كده بعد سنتين يبدأ ان هو يدخل التاريخ من مدخل العمارة. ده اللي خلد اسمه في التاريخ. هل لو برقوق ما عملش الكلام ده، هو دخل التاريخ صح موجود، بس لو برقوق ما عملش الكلام ده احنا هنيجي نتكلم عنه؟ هو عمل كل حاجة في التاريخ بس ما بناش المبنى ده. هنيجي نتكلم عنه. هنتكلم عنه فين؟ الناس هتيجي تزوره، هتذكره، حد هيقعد يقرا الالقاب بتاعته دي واللي احنا كل الكلام اللي احنا قرناه جوه ده. يبقى اذا الغرض من بناء المجموعه دي، وان هو برضه بيبنيه فين؟ هو بيبنيه جنب ميدان بين القصرين على طول. احنا شرحنا ميدان بين القصرين بره. يجي برقوق بيبني هنا ليه؟ علشان يخلد اسمه في الشارع الاعظم وجنب ميدان بين القصرين. طيب اشترى خان الزكاه وابتدى بقى اللي هو الراجل اللي هو كان مشرف على العماره اللي هو مين؟ جركس الخليلي. انتوا لحقتوا تنسوها، ده راجل مهم جدا اللي عمل خان الخليلي. ولو بصينا بقى دخل مصطلح في الوقت ده في الوثائق، مصطلح الحجر العجالي. كان اول مره يظهر لاول مره ان هم راحوا يجيبوا حجاره من المقطم، فالحجاره كانت كبيره شويه فاضطروا ان هم يجيبوا عجول تجرها، فاتكتب في الوثائق بايه؟ اللي هو الحجر ده اسمه الحجر العجالي، اسمه كده. طيب هيبني ايه بقى برقوق؟ هيبني مدرسه زي ما احنا قلنا، مدرسه لتدريس المذاهب السنيه. اتكلمنا عن القبه وفي خنقاه. طب المدرسه اللي احنا فيها، المدرسه قلنا كل المدارس صح؟ في النص اهو، واربع ايوانات اكبرها ايوان القبله اللي بيدرس فيه المذهب الايه؟ الحنفي. هو المذهب الحنفي كان له 40 طالب، هنا شيخ و40 طالب، وبعدين قصاده الشافعي شيخ و20 طالب، وبعدين المالكي شيخ و20 طالب، والحنبلي شيخ و20 طالب. يبقى المذهب الحنفي بس هو اللي غالب، هو اللي ايه؟ الضعف. 40 للمذهب الحنفي وكل المذاهب الثانيه 20 طالب. طيب مدرسه للتفسير برضه فيها 20 طالب، ومدرسه للحديث فيها 15 طالب، اللي هو شيخ يعني بيعلم الناس تفسير القرآن ده معاه 20 طالب، وجاب شيخ بيعلم الناس الحديث معاه 15 طالب، وشيخ بيعلم الناس القراءات السبع معاه 10 طلاب. دي اللي هي المدرسة. كلهم كانوا بيقعدوا هنا في الإيوانات بتاعة المدرسة. طيب ورا بقى هنا، ودي حاجة مهمة لأن احنا قرينا في النص التأسيسي اللي جوه، قرينا كلمة الإيه؟ الخنقاء. قلنا اللي هي المكان المخصص للصوفية المنقطعين للعبادة. هو كتب في الأول إن ينزل في الخنقاء دي 60 صوفي. العدد تضاعف بعد كده وصلوا لغايه 200، لان هي فيها حوالي الرباع او الخلاوي اللي ورا فيها حوالي 100 خلوه. منين بقى؟ شايفين الشباك ده؟ هنا يا جماعه الشباك ده كان الشباك اللي اتقفل ده، وراه بقى الايه؟ الخلاوي بتاعه الصوفيه. هنا برضو الفسقيه او الفواره دي جددتها لجنه حفظ الاثار العربيه ايام الخديوي عباس حلمي الثاني. بصوا اسمه اهو جاي معاكم. احنا قرينا اسم الخديوي عباس حلمي الثاني جوه، لان الخديوي عباس حلمي الثاني هو حكم من سنه، حكم مصر من 1892 ل 1914، حكم 22 سنه. هو صاحب تاني اطول فتره حكم بعد محمد علي باشا، فحكم 22 سنه، صاحب تاني اطول فتره حكم في اسره محمد علي. طب فالراجل ده اللي اشتغلت في عصره لجنه حفظ الاثار العربيه، لذلك هتلاقوا اسمه موجود في كل الاثار اهو، ومن بره ومكتوب برضه من جوه. المفروض ان هي كان مكانها نافوره لتلطيف الجو في فصل الصيف اللي احنا فيه ده، لو دي اشتغلت هتلاقوا، لكن مش للوضوء. استخدمت بعد كده لتجديد الوضوء، دي قصه ثانيه. لكن الوضوء كان فين؟ شايفين الباب ده؟ الباب ده اللي بيودي على الميضأه والمطهره، مكان قضاء الحاجه والمكان اللي بتوضي منه. لكن دي في الاساس ما كانتش الايه؟ ما كانتش معموله للوضوء. برضو في حاجه هنا في المدرسه مهمه قوي، اللي هي الدكه دي، دكه المبلغ، ودي اول مره نشوفها النهارده. ويعني اللي بيزور شارع المعز هو اول ما هيشوفها هنا دكه المبلغ، لان كان لها سلم هنا كان بيطلع، بس السلم هم شالوه،
في سلم كان موجود هنا، كان بيطلع عليها المبلغ عشان يردد الصوت وراء الامام. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. بالمناسبه هو لغايه النهارده لما تسمعوا الصلاه في الراديو بتلاقوا في الحرم في ايه؟ في مبلغ. احنا محتاجينه؟ يعني ما في ميكروفونات وفي ساوند سيستم عالي قوي ولا يمكن يعني، بس هو تقليد كان موجود من صدر الاسلام ومن العصور الوسطى، ما زلنا محافظين على لغايه النهارده. بصوا بقى على الايوان ده. الايوان ده احنا قلنا يعني اتبنى في سنه 1386. لو رجعنا ورا 30 سنه 1386 هنبقى سنه كام؟ 1356. ايه اللي اتبنى في 1356؟ مدرسه السلطان حسن. المفروض السلطان حسن يعني قبل ده ب 30 سنه صح؟ يبقى المفروض ده متطور عن السلطان حسن صح؟ لكن هنا بقى دي الميزه والشخصيه للسلطان حسن، ان هو تفوق على سابقيه ولاحقيه. حتى الحاجات اللي اتبنت بعد السلطان حسن ب 30 سنه، يعني حجم الايوان في السلطان حسن اكبر من هنا، ومع ذلك مفيش فيه ايه؟ اعمده. الايوان هنا مع ان حجمه اصغر من السلطان حسن، بس تلاقوا فيه كام عمود؟ في 4 اعمده شايلينه. امتى الاعجاز في السلطان حسن اللي هو الايوان 65 ذراع العمق بتاعه، الذراع حوالي 52 سم، ومفيش فيه ايه؟ ولا عمود. طب ده بعد السلطان حسن ب 30 سنه المفروض يبقى فيه تطور، المفروض ما يبقاش فيه اعمده. ده هو اقل في العمق وفي 4 اعمده جرانيت شايلين السقف. السقف بقى اللي هو اجمل سقف في العماره الاسلاميه في مصر. السقف ده بلا منازع، ما عندناش سقف بالجمال ده. ولا السلطان حسن؟ ما في. لا والسلطان حسن اصلا السقف بتاعه قبو الايوان، في قبو ما فيش. السقف هنا سقف مسطح. بالمناسبه يا جماعه السقف ده هو سقف خشبي، والسقف ده على النظام بتاع اللي اسقف المعلقه. يعني في سقف تاني فوق لو انت ماشي على السطح انت بتمشي عليه غير السقف ده، يعني في ما بينهم فراغ. في سقف تاني اللي هو بتاع السطح وبعدين فراغ وبعدين السقف اللي انتوا شايفينه ده. وحتى هتلاقوا في آية قرآنية هو كاتبها هنا في الأركان بتاعت، يعني بادئ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم هنا، دي إنا فتحنا لك فتحا مبينا. دايما في الغالب في كل الإيوانات بيكتب إيه؟ بيكتب سورة الفتح هنا. لكن في بقى زي وردة كده في ال4 أركان منهم دي مثلا هتلاقوا هو كاتب كل يعمل على شاكلته أكتر من مرة، وبياخد الألفات واللامات بتاعتها عشان يشبكهم في بعض. كل يعمل على شاكلته، ياخد الالفات واللامات يعملوا الشكل اللي انتم شايفينه ده. وعلى النوافذ اسم السلطان الملك الظاهر برقوق اهي، السلطان الملك الظاهر برقوق. وهنا شكل النجمه السداسيه، ده عنصر زخرفي هندسي، تطلعوا برضو على النجمه اللي الناحيه الثانيه. ده باختصار تاريخ المدرسه. في اي اسئله؟